اخر نجمه لمعت في سماء اسكندريه الملكه كليوباترا. هي كثرة الاقاويل في المنطقه دهيا، في ناس بتقول كليوباترا، في ناس بتقول كليوباترا، وفي ناس بتقول كليوباترا. جمالها عمل زلزال في الامبراطوريه الرومانيه، وكانت الكراش الرسميه لكل ملوك روما تقريبا. اتولدت في يناير 69 قبل الميلاد. يناير يعني برج الجدي زي هي طبعا كانت بيضه واموره كده، وتلاقي مناخيرها كانت منمنمه. والله يا سالم نفسي نجيب ارباح علشان اعمل عمليه تجميل في مناخيري دي، اصغرها شويه. ابوها هو بطليموس ال 12، اما امها فتكثرت الاقاويل في المنطقه دهيا برضه. في ناس بتقول ان امها هي كليوباترا الخامسه، وناس بتقول ان امها كانت ست مصريه. كليوباترا كانت مثقفه وبتتكلم اكتر من لغه، واللغتين الاساسيتين طبعا هي المصري واليوناني. ومدرس التاريخ بتاعها بقى كان يقعد يقول لها يعني يا بنتي انت ليكي حضاره اسمها حضاره مقدونيا، تقول له لا لا انا بحب مصر. يقول لها يا بنتي عندكم حضاره عظيمه وكبيره برضو ممكن تكون شبه حضاره مصر، تقول لا 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 انا بحب مصر بحب مصر. يا بنتي ده انتوا كنتوا حاكمين نص العالم القديم يا بنتي. لا طالما نص العالم بقى كده يبقى انا برضو لازم اخلي مصر هي كمان تحكم نص العالم. المقدونيين دول مش احسن من المصريين في حاجه. يقول لها يا بنتي انت من مقدونيا، انت من الناس الثانيه دي. تقول له لا بقول لك ايه جزر وقطمها جحش، انا مصريه وولائي وحب لمصر. انا بنتي ايزيس يا حبيبي، انت مش شايف الشبه اللي بينه وبين ايزيس ولا ايه؟ ولا يمكن اتصيت في عينك خلاص مش شايف عينيك اتعبت. وقتها مصر كانت حليفه لروما، لان المصريين كانوا بيساعدوا الرومان في حروبهم في الشام، وده طبعا كان بيأثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري. والمصريين اللي هم عامه الشعب يعني ما كانوش راضيين عن كده، كانوا دايما بقى عامه الشعب يقعدوا يقولوا للحاكم ما تخليك في حالك، نروح ننيل ليه ونحارب بره وجوه، ما تخلينا في اللي احنا فيه، يعني عندنا مصايب جوه وعندنا ناس عايزه تاكل وتشرب. انا بتكلم بسيدي لان هم اكيد يعني اللي كان دمهم حامي في الوقت ده كانوا الجنوب، عشان هم ما بيحبوش الحال المايل وكده. عشان كده ابو كليوباترا يعني قال لا يا عم انا اخف اللعب شويه كده، بدل ما هم يسخنوا عليا اكتر ويعملوا عليا ثوره يشقلطوني. فطلب من روما انهم يبعتوا له دعم في اسكندريه عشان يعني يهدي المصاريه كده، بدل ما هم عاملين دوشه وكل شويه مظاهرات وحوارات ان هو خلينا في حالنا وعايزين قوتنا وقوت عيالنا وانت بتعمل فينا كده ليه والكلام ده. وكان من ضمن الضباط اللي موجودين في الدعم اللي جاي من روما لاسكندريه مارك انتوني. لا مش ده برضه انا بحبه يعني، بس اعتقد ان هو اتسمى والنبي بس ان هو ما تعمل لنا سير. شوف لنا كده ده مارك انتوني اسمه الحقيقي مارك انتوني ولا اتسمى اسم شهره على اسم مارك انتوني الحبيب. انتوني لما شاف كليوباترا كده من النظره الاولى اعجب بيها جدا وقال هي دي. هو بنفسه يعني يا جماعه كتب كده في مذكراته ان هو كان ماشي بالحصان بتاعه لا بيه ولا عليه، وبعدين عينيها جت في عينيه، بص لها ضحكت له طبعا، ويعني وزي ما قال الفنان عمرو دياب ما دام ضحكت يبقى قلبها مات. من ساعتها بقى كليوباترا علمت في دماغه جامد. سنه 51 قبل الميلاد ابو كليوباترا سلم نمر، وكان كاتب في وصيته بقى ان كليوباترا واخوها بطليموس 13 لازم يتجوزوا علشان يحافظوا على الحكم في النسل، الحكم يعني ما يطلعش بره. عارفين يعني زي نظام العمد لحد دلوقتي اللي هو القرايب بيتجوزوا من بعض علشان الحكم ما يطلعش بره العيله وكده. طبعا اتجوزوا فعلا، وبعدين طبعا خلفوا شويه عيال عندهم تشوه خلقي، لان احنا عارفين طبعا جواز القرايب بيعمل مشاكل. مش عارفه ازاي لحد دلوقتي عندنا في مصر فكره ان جواز القرايب دي حاجه كويسه، ولا غير القرايب الجواز يعني هي حاجه كويسه. طبعا ما ننساش ان انتوني كل ده هو حاططها في دماغه وعايش في ميه البطيخ وفاكر ان هي لسه بتحبه وناويين يتجوزوا وبتاع. يا ابني دي كليوباترا اتجوزت. لا لا يا جماعه دي اكيد لسه حاطاني في دماغها، دي بتحبني. يا ابني دي خلفت يا ابني. لا ما تقولوش، اكيد سلمت اول عيل من عيالها مارك على اسمي. تحبني قوي. فوقي نفسك بقى، فوق يا موهوم يا ابن الموهومه. لما ابو كليوباترا كتب الوصيه ان كليوباترا واخوها بطليموس يتجوزوا، في نفس الوقت برضو طلب من حلفائه في روما ان هم يبقوا اوصياء عليهم يعني كده، وما يسيبوهمش كده في ميه البطيخ لوحديهم، يعني يبقوا عينهم عليهم ويركزوا معاهم. عملوا ايه؟ باعوا ايه؟ جابوا ايه كده؟ وده فعلا اللي حصل. لكن طبعا زي ما احنا عارفين ان اولاد الحرام ما خلوش اولاد الحلال حاجه. كان في شله كده منهم حوالين بطليموس طلعوا في دماغه ان كليوباترا عامله فيه زليجه وعايزه تستفرد بالحكم لوحدها وتخلع خالص. وطبعا يعني الكلام ده ما كانش حقيقي، يعني هي كانت بنت ناس كده وعندها ولاء للاسره وللبيت قبل يعني ما تحب منها وتروح تحب الواد التاني ده الامور حليوه ده مارك انتوني. لكن ولاد الحرام دول كانوا عايزين يخلصوا من كليوباترا لان هي كانت ست ذكيه وطموحه يعني، وكان طموحها مخليهم خايفين منها ان هم مش هيقدروا بقى ياخدوا اي حته من التورته. ولما كليوباترا سمعت عن المؤامره اللي بتحصل عليها جمعت القاده والعساكر المؤيدين ليها وهربت بيهم ناحيه بورسعيد. يوليوس قيصر كان وصل ساعتها لحكم روما وكان خلاص يعني كده قدامه تكه ويبقى هو الامبراطور الرسمي. ولما شاف الخلافات اللي بتحصل دي وسمع عن كليوباترا وجمالها قرر انه يجي بنفسه لاسكندريه يعني علشان يحل الموقف بشكل ودي. لكن طبعا يعني هو ما كانش سالك، يعني زي ما قلنا هو كان جاي علشان كليوباترا بس. اهل اسكندريه رحبوا بيه يعني على اساس ان هو جاي بناء على توصيه من ابو كليوباترا، يعني ده الكبير بتاعنا هو اللي موصي ان في ناس جايه من روما، ده احنا نفرش لهم الارض ورد والله ده الف نهار ابيض. يوليوس قيصر برده كان شايف ان كليوباترا ست ذكيه جدا وعارفه ازاي تتصرف يعني، وطبعا هي غنيه وعندها فلوس وعمارات
عضلات واطيان يعني دي عاملاهم، وفعلا هي دي اللي تستاهل بجد تكون ام العيال، على عكس مرات الست النكديه اللي متجوزه جواز صالونات في روما يعني ومنكده عليها عيشته وجهراه وزجيها المرار الطافح. يعني هي ما زجتوش المرار الطافح صراحه، انا ما اعرفش يعني، بس انا عارفه اني بحب احط توابل كده على الموضوع. فبعد ما بطليموس وصل اسكندريه كده بعت رساله لكليوباترا وبطليموس، يعني قال لهم يا جماعه انا دلوقتي وصلت كده البلد يعني، بس رايح اخد الشاور بتاعي مثلا كده واخد الدرينك، وتعالوا نقعد مع بعض نظبط الدنيا. طبعا زي ما قلنا ان كليوباترا سابت البلد لبطليموس وراحت لبورسعيد، قال لها تعالي يا بنت الحلال وانا هجيب اخوك ونقعد كده نتكلم مع بعض ونحل الاشكال اللي ما بينكم ده انتوا اخوات يعني، ده انتوا قاتلين وناهبين سارقين البلد دي مع بعض، مش معقول كده. بطليموس ال 13 اول ما سمع الحوار يعني قدر الرجاله وعلوم الرجاجيل وخد بعضه وراح للراجل اللي هو قاعد مستنيه في اسكندريه. لكن كليوباترا كانت خايفه جدا انها تروح اسكندريه، بس يعني هي ما قالت لهمش ان هي خايفه طبعا من لحد يغدر بيها، بس قالت لهم يا جماعه من بورسعيد لاسكندريه في كماين، وانا كل شويه يقعدوا بقى يطلعوني وينزلوني ويفتشوني ويعملوا وانا برستيجي، ما ينفعش كل شويه تفتش كده. وعشان كده طبعا هي جت في الاخر اسكندريه برده. طب ما كمل الاول، راحت برده اسكندريه بس راحت في سريه تامه عن طريق فلوكه كده اللي هو مركب صغير يعني، ودخلت قصر يوليوس قيصر من غير ما حد يلاحظ. دي متعوده على القبورات المسروقه دي ولا ايه؟ واول ما دخلت القصر قالت له مساء الفل يا قيصر، منور والله العظيم منور اسكندريه كلها. هي طبعا قعدت بقى لها مولوده في مصر وقاعده في مصر بقى لها فتره، اتعلمت اللسان الحلو، فقالت ما اكسب بنت عنده بدل ما هو بعدين يجي يتكلم مع اخويا ويركبه عليا ويخليه هو اللي يبقى الحاكم وياخد هو كل حاجه ويقش، الين معاك كلام كده واشوف ميته ايه. يوليوس رد عليها كده وقال لها قيصر ايه بس، قولي لي يوليوس عادي كده من غير القاب يعني، احنا بينا حاجات حلوه الله اعلم بكره هيبقى في بينا ايه. وبص لها كده بنظره حمد الوزير. كليوباترا طبعا كان بقى لها فتره في بورسعيد قاعده وسط الجنود والحكام بقى والمشاكل والخناقات والثورات والناس اللي بتتخانق مع بعض، طبعا حياتها ناشفه، كانت فعلا محتاجه حته طريه في حياتها. هو الراجل ده بقى جالها على جعر عايمه، اول ما شافته بصت له وبص لها وقال لها جايه، قالت له قشطه. يوليوس في وقتها اتمنى القوانين في روما تتعدل علشان يقدر يطلق مراته اللي هي جرفاه في عيشته ومزاجيه المرار دي زي ما قلنا، ويقدر يتجوز كليوباترا. وبعدين يعني قعد مع الاخت واخوها كده، طبعا لازم هو يرسم دور ان هو طبعا الشاب الحكيم اللي جاي يصلح بين الاخوات يعني، وانا راجل طيب وحنين. وفعلا صفت خلافات بينهم هما الاثنين، قال لهم يا جماعه العبوا مع بعض، انتوا الاثنين اخوات ومتجوزين يعني كل حاجه بينكم، مفيش اي علاقه رابط اقوى من كده يعني الواد يقول لامه يا عمته يا ماما، وبعدين هيقولوا بقى ليوليوس جوز ماما. بعد الخلافات ما اتحلت بينهم طلعت كليوباترا كده لوسائل الاعلام اللي كانت في وقتها يعني، وقالت لهم يا جماعه ما فيش حاجه حصلت بينه وبين بطليموس يعني، ده احنا اخوات، حرفيا احنا اخوات. وطبعا زي ما قلنا ان الناس اللي حوالين اخوها بطليموس، طبعا الدبان بيتلم على العسل زي ما احنا عارفين، زي ما قلنا في الاول ان هو كان في حوالين بطليموس ناس ما بتحبش كليوباترا، طبعا اي علاقه بينهم طيبه واي تصالح بين كليوباترا واخوها ده بالنسبه لهم حاجه بتعفرتهم كده يعني. فقالوا له خلي بالك بقى يا برنس، دلوقتي في واحد اسمه يوليوس زي ما احنا شايفينه وكلنا شفنا، وكلام كتر على يوليوس هو ومراتك قصدي واختك، ما هو الاثنين واحد، وبيسهروا مع بعض للفجر وشفناهم بعينينا يعني. خد بالك بقى عشان هي كده هو ممكن يديك الصابونه يا حبيبي ويزحلقك، حاول بقى تعمل لك تمرد كده ولا حرب ولا اي حاجه كده وتخلع الست دي من الحكم، واقعد انت لوحدك واحنا هنساعدك يعني. وجرت الامور كما خطتها لها. بطليموس اعلن الحرب على كليوباترا عشان يقدر ينفرد بالحكم لوحده. وطبعا كليوباترا دي دلوقتي تخص مين؟ تخص مين؟ تخص يوليوس. فاعلان الحرب على كليوباترا يعني بالضروره اعلان الحرب على يوليوس قيصر. وهو يعني ايه يعني، هو انا قاعد يعني ولا ايه؟ اكيد لا، مش هسكت يعني، مش هقعد حاطط صوابعي في بقي وساكت. حصلت عركه كده يعني خفيفه ما بين يوليوس قيصر وما بين بطليموس. طبعا يوليوس قاعد لا بيه ولا عليه، لقى بطليموس رايح له يقول له بقول لك ايه، حوارك انت واخت في بلد دي بدا يتشم، انا ما كانش عندي مشكله طول ما انتوا عارفين بعض في الضلمه، بس دلوقتي سمعتي وشرفي او اقول ايه للناس، الناس كلت وشي. ام يوليوس كده مسكه من جفاه سفحوا كفين على وشه وقال له بقول لك ايه، من هنا ورايح بقى رسمي كده وعلى نور، كليوباترا بنت الحاج بطليموس تخصني. وانتهت الخناقه دي يعني بان يوليوس قضى على بطليموس ونصب كليوباترا على عرش مصر. طب لما انت يا بطليموس مش قد المشاكل والحوارات يعني، ليه رايح يجور شكل اليوليوس؟ طب ده رومانسي، ده رومانسي محب يا مجنون يعني، اكيد هيعمل اي حاجه عشان اللي بيحبها. لو نتعلم من الافلام المصريه القديمه الابيض واسود دي ما كنتش عملت كده، بس غبي ما يفهمش يعني ايه الحب اعمى. طبعا يعني كاي تفكير ليك عزيزي المشاهد يعني، كواحد اهوج
وطايش ومتسرع هتقول طيب يا زوزة يعني كده خلاص المفروض ان يوليوس عمل اللي عليه في مصر وحل الاشكال ونصب كليوباترا على عرش مصر، المفروض بقى ان هو يرجع بلده تاني، صح يا زوزة ولا ايه؟ اقول لك لا عزيزي المشاهد المتسرع، مش هو ده اللي حصل. قعد لابد جنب كليوباترا وقضى الشتاء كله هناك، محتاج نقاهه بعد الحروب دي كلها. وكليوباترا طبعا قالت له بقول لك ايه يا يوليوسي، قولي لي يا محاميها، ما تيجي اخدك كده في رحله نيليه اعرفك على مصر وحلاوه مصر. ده زمان كانت الستات هي اللي بتشقط. يوليوس رد عليها وقال لها قوي والحقيقه ان هم اتسحلوا في الرحله دي مع بعض يعني، ونسيوا المركب اللي هم كانوا فيه خالص، لدرجه ان هم كان قدامهم 2 كيلو بس ويوصلوا للي ما تتسماش، لولا ان جنود قيصر نبهوهم لكده. قال له بقول لك ايه يا باترون الله يرضى عليك ركز، احنا عندنا مشاكل دلوقتي ومش ناقصين مشاكل تانية، تبقى مشاكل على السد ومشاكل حب، احنا فين اللي مكفينا نبي المرجع والحاجات الفاضيه اللي انت فيها دي، والنبي الله يخليك خد بعضك وارجع تاني اعمل اللي انت عايزه في بلدك، يعني ما قصرتش معاك. يعني الباترون كان عنده دم يعني، فقال للجنود خلاص حاضر انتوا عندكم حق، انا فعلا خلاص. وبقول لك ايه كليوباترا انت كمان، انا كده محتاجه اروح، انا عندي مراتي زجيان المرار كل شويه تبعت لي رسائل تعالى عايزين بامبرز، تعالى الواد عايز ياكل، الواد سخن عايزه اوديه للحميات، انا همشي دلوقتي يا بنت الحلال وهبعت لك دعوه لروما تيجي تشرفيني وتنوريني واشيلك فوق راسي. وطبعا ده حصل بعد ما يوليوس خد غرضه من كليوباترا وخلف منها ابنه قيصرون، مش عارفه من قله الاسامي هو خلف منها علشان بعدين لو حب يرجع يحكم مصر هو بنفسه في يوم من الايام يعرف يرجع بحجه ان له ابن فيها. جبت الكلام ده منين؟ بتوقع يا اخي اهل اسكندريه بعد ما شافوا قيصرون اللي هو ابن كليوباترا ويوليوس قيصر استغربوا. كليوباترا قالت لهم ما تقلقوش يا جماعه ده ابن الاله امون اللي اتجسد في صوره يوليوس قيصر وانا خلفته منه. فعلا يوليوس قيصر بعت لكليوباترا دعوه علشان تروح لروما كتمهيد يعني انها تبقى مراته بشكل رسمي يعني قدام كل الناس. طبعا يعني عارفين ان هو مش سهل السفر بين البلاد، علشان تسافر من بلد لبلد لازم لك دعوه وتاشيره. انت عارف ان انت برضه ما تعرفش تخش اليونان دلوقتي من غير تاشيره؟ زمان كنا اصحاب، ليه عملتوا كده يا يونانيين؟ كنا اصحاب وكنا بنروح. اي نعم احنا مش عايزين انتوا تعملوا لنا تاشيرات علشان ولاد بلدنا بيروحوا هناك يهربوا من هناك هجره غير شرعيه، بس يعني الاصول ما تزعلش، المفروض ان احنا تبقى علاقتنا طيبه عن كده. سابت حكم مصر لحد من النواب وسابت اسكندريه المحروسه وسابت حالها ومالها وخدت بعضيها وخدت ولادها في ايديها وراحت على قصر يوليوس قيصر. يا الستات لما تحب يعني، هي سابت كل ده وسابت الكارير بتاعها وحياتها علشان تروح تقعد مع ابو عيالها. ده المثال الحقيقي للعلاقه التوكسيك. فطبعا يعني دول حكام يعني فالعين طبعا عليهم، وزي ما احنا عارفين العيون كلها بصاص. حصلت مؤامره على يوليوس واتقتل، وبعدها بدات حرب اهليه في روما. يعني كليوباترا راحت روما جابت اجلها. في وسط الزيطه دي طبعا يعني كليوباترا قالت انا ما عليا بايه، انا كنت جايه هنا اقعد مع الراجل اللي انيني ويصرف عليا وارتاح واريح بالي بدل ما انا هناك متحمله المسؤوليه وطلعان عيني. انا كنت جايه هنا ارتاح واروق دماغي، ما دام فيها يا عم حروب اهليه وقتل ومش قتل انا ارجع بلدي بكرامتي، اشوف الحكم هناك عمل ايه كده ويبقى عندي برستيج بدل ما هنا مجرد ارمله ملهاش لازمه. يعني من كتر ما هي قليله اصل رجعت حتى قبل ال40 بتاع جوزها ما يتم. في روما بقى بعد ما الامور هديت حصل انقسام في الامبراطوريه الرومانيه، وبقى في امبراطوريه في الشرق وامبراطوريه تانية في الغرب. تخيلوا بقى مين اللي مسك الامبراطوريه الشرقيه. تعرفوا بس ان الدنيا ضيقه. الضابط اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو حب كليوباترا من اول نظره مارك انتوني، ومسك اوكتافيوس الامبراطوريه الغربيه. مارك انتوني يا عيني كان في علاقه حب من طرف واحد زي ما احنا اتكلمنا، كان لسه عنده امل ان هو يلاقي كليوباترا ويقربها منه. وطبعا ده مثال تاني للعلاقات التوكسيك. هي الست دي كانت كل حياتها توكسيك كده، فضل يلف ويدور على طريقه علشان يقدر يوصل بيها لكليوباترا ويتكلم معاها، مع انها ما سمتش حد من عيالها على اسمه، ده كان بيهم نفسه اساسا. لحد ما قعد يفكر كده ويخطط ولقى حجه، قام بعت لكليوباترا رساله قال لها بقول لك ايه انا عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم، وانا يا حبيبتي مش جاي هنا اتكلم معاكي كحبيب قديم. هو طبعا من جواه كان بيتكلم ان هو حبيب قديم طبعا وهيموت ويشوفها، بس هو كلمها كده بلهجه فيها صرامه وحزم كده. قال لها بقول لك احنا عايزين نحقق معاكي علشان انت سبت روما في عز ازماتها وما قدمتيش لها المساعده وهربتي، ده انت حتى ما قعدتيش ال40 بتاع جوزك، بس بالرغم من كده برضو انا بحبك وبموت فيك، لازم تيجي عشان عايزه اشوفك. لازم تيجي طبعا عشان نحقق في الموضوع ده واشوفك. انت فاكراها هتعدي بالسهل؟ ده انت حراميه، انت سارقه قلب من زمان قوي. قابلت كليوباترا انطونيو، وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده ان كليوباترا هي بتمشي تحب على روحها كده، وطبعا لسه طبعا خارجه من مأساة وارمله وعندها مشاكل، مع عندها قرطه عيال بتأنيهم، لازم راجل يعشش عليهم كده ويعمل للبيت حس. وقعت في غرام مارك انتوني برضه.
انطونيو بقى ده بقى ايه، اتهوس بحب كليوباترا لدرجه ان هو ساب حاله ومحتاله ورجع يعيش معاها في اسكندريه في قلب القصر، وكان دايما يقعد يقول لها صباح الفل يا مدفيه العش يا حب الكون. انطونيوس في الوقت ده برضو كان متجوز اخت اوكتافيوس اللي هو كان برضو حاكم في امبراطوريه روما. فكليوباترا بعد فتره كده طلعت بقى من جواها روح الست المصريه الاصيله، عشان ما حدش يقول لي بس كانت مصريه، ما كانتش مصريه بغض النظر عن الاقاويل، لا يعني هي اكيد وجودها في مصر خلاها تشرب من طبع المصريات، زي ما احنا عارفين من جوهر الجم 40 يوم بقى منهم. وهنا يعني يا جماعه خلينا اسالكم سؤال، هل انتوا شايفين ان كليوباترا كده مصريه على اساس يعني ان هي جدها كان عايش في مصر وكده، ولا هي عشان من البطالمه فهي محتله؟ وهل لو اعتبرتوها مصريه هل على الجانب الاخر بقى هتعتبروا محمد علي وعياله بقى اللي هم قعدوا حكموا مصر دول مصريين برضو ولا محتلين؟ انا شخصيا مش متقبله ان هم مصريين، يعني قولوا لي رايكم في الكومنتات. فهي بقى ايه، طلعت عليه بقى القديم والجديد وقالت له بقول لك ايه يا حبيبي، انا زي الفريق ما بحبش الشريك. انت تطلق لي مراتك اللي انت متجوزها في اوروبا دي، انا ماليش دعوه بقى لا تقول لي علشان الحكم ولا ما عشانش الحكم، جزره وقطه ما هجعش. انطونيو قال لها ولا تزعلي نفسك، ادي ورقه الطلاق اها كمان واتجوز بعدها كليوباترا رسمي وخلف منها عيلين كمان. هي الست دي ماشيه تخلف في عيال ليه؟ ما اتعلمتش عن ثقافه منع الحمل، عماله تخلف عيال وتجرهم وراها، وفي الاخر هتنتحر، يعني في الاخر حتى هتسيب العيال متيتمين. فعلا يا جماعه والله العظيم مش اي واحده ينفع تبقى ام، كانت بقى تلاقي انجابيه، ما كانتش عملت مقاسي. وكمان اعلن رسميا ان كليوباترا دي هي ملكه الملوك، دي ملكه قلبي، مش هتبقى ملكه الملوك ازاي؟ دي كليوباترا دي هي الاصل والباقي تلاميذ في الفصل. وكتب لها كمان جزء كبير من الامبراطوريه الرومانيه انها تبقى ملك ليها، زي مملكه يهوذا والنبط ولبنان، دي راحت منه خالص، مفيش حد كبير يتكلم معاه. فين عمامه وعيال عمه يقول لها لا، يقول لهم لا انا بحب كده بحب كده. وكمان يعني يا جماعه هبت منهم على الاخر، وصل منهم الهبل من السياسه للاقتصاد، بقت العملات بتطبع من ناحيه وش كليوباترا ومن الناحيه الثانيه مارك انطوني. هم فاكرين نفسهم بيعملوا طوابع بريد ولا ايه؟ في مره من المرات مارك دخل في معركه مع مملكه ارمينيا وانتصر، وطبعا جه يعني في اسكندريه عشان يعرف يتنطط قدام ام العيال كده ويحتفل بانتصار ويقول لها شايفه راجلك عامل ايه يا وليه عشان تعرفي انت متجوزه مين وتقدري النعمه اللي انت مش عارفاها. مع ان يعني في القوانين الطبيعيه اي انتصار حققته لروما انت هتحتفل بيه على ارض روما، مش عايزين عبط. كان في استهبال كتير من مارك انطوني من ساعه ما وقع في حب كليوباترا، وهو بيعمل افعال ما تليقش خالص بملوك، كان دايما بيعمل حاجات بتخلي الناس اللي في روما دي تتجنن منه، لحد ما عمل حاجه في الاخر تعتبر هي المسمار الاخير اللي دقه بنعشه بايده. وده حصل لما اعلن ان قيصرون هو الوريث الشرعي ليوليوس قيصر، والكلام ده معناه ان ابن كليوباترا ده هيورث الحكم في روما كمان مش في مصر بس. يعني هو كده ما كفوش ان هو مدي لكليوباترا يهوذا ونب وحته من لبنان، ده كمان هيديها باقي روما بشكل غير مباشر. يلا خد العبي انت وعيالك يلا. انا لو كان عندي حد في حياتي زي مارك انطوني ما كانش ده بقى حالي قسما بالله. فاوكتافيوس بقى قال له لا دي كده هبت منك على الاخر، انت زودتها قوي، يعني انت مديها نص اراضي روما وعديناها، كمان جاي حته الفلعوس ابنها ده عايز تديله باقي روما، وانا يعني قاعدين هنا دجين عصافير احنا يعني ولا ايه عشان تستعبط؟ وقال له بقول لك ايه، لا انت ومنك ليها، لا انا هعلن الحرب عليكم انتوا الاثنين، يلا لا انت وكليوباترا في امها هتطلعوا منها. استناني بقى حضرتك هنا عند اكتيوم كده، الحته اللي هي جنب اليونان دي، انت والشطوره بتاعتك بكره الساعه 5 هنا، انا هروح اجيب الرجاله واجي لكم. وحصلت ما بينهم معركه بحريه قويه جدا. كليوباترا في الوقت ده لما حست ان مارك انطوني خلاص بيسلم نمر يعني وقدامه بس مساله وقت وهيتشقلط، انسحبت ورجعت على اسكندريه. ستات مالهاش امان والله، يعني لا 40 تحضر ولا خناقه تحضر. انا ما اعرفش بصراحه يا جماعه عيالها هي بتسيبهم في حضانه ولا مدياهم لمربيه، بصراحه ما اعرفش ايه اهمال الامهات دي. طب انت ست عندك كارير وامهات اخر زمن والله. هزم انطوني ورجع على مرسى مطروح. انا مش عارفه ايه الهبل ده، يعني انت راجل مهزوم يعني رايح تصيف في مرسى مطروح، انت شكل كليوباترا كده بجد يعني وزت لك دماغك على الاخر. طلعت اشاعات على كليوباترا في الوقت ده انها ماتت. طبعا وصل الخبر لانطوني في عز ما هو مهزوم وفي عز ما هو راح يصيف في نفس الوقت برضه جاله خبر اليم جدا ان مراتك مات. قال هي كده كده خربانه، انا اديني قضيت لي يومين حلوين في مرسى مطروح ونزلت عملت سنوركلينج وشفت الاسماك الحلوه. يا جماعه بالمناسبه مرسى مطروح تحفه، فيها مناظر طبيعيه خلابه تحت الميه، لازم بجد تزوروها. وقال وانا في نفس الوقت برضو خسرت حروبي وبتاع، فكده كده ايه اجيبها بجميله للتاريخ ان انا قال ايه يعني انا انتحرت علشان خاطر حبيبتي ماتت، مش علشان يعني ان انا خسرت وان انا بقيت قائد هفق، ما بقتش زي الاول خلاص وصحتي راحت والوليه دي خدت قوتي وقوت عيالي وضلمتها عليا. الجو خلال اوكتافيوس دخل مصر من الناحيتين، من اسكندريه ومن بورسعيد، وحاصر يعني كليوباترا كده وزنجها. كليوباترا يعني كده قالت له بقول لك ايه، انا دلوقتي بقيت ارمله وانت دلوقتي مراتك هناك مش هنا، يعني جاي هنا سنجل لوحدك، فها
طب يسالها بقول لك ايه يا وليه انت، انا مش زي يوليوس اللي انت ضحكت عليه وخليتيه يطلع من هدومه ده ويسيب حاله محترم ويطلق مراته، ولا زي مارك انتوني اللي انت ضحكت عليه وكتب لك روما باسمك. لا يا حبيبتي انا غير العالم اللي فاتت دي خالص. كليوباترا بقى عرفت ان الراجل ده تقيل كده ومفيش اي حاجه هتجيب معاه سكه، فانتحر. يعني مأساة اغريقيه متكامله الاركان، ربنا يرحم الجميع.